السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى اقول لكم ازاي تعملوا كميه فراخ مشويه كبيره زي بتاعه الحاتي بالظبط، واحلى كمان بتتبيله تحفه جدا جدا، باسهل واظبط طريقه هتجربيها من غير دربكه ومن غير مواعين كتير. هتعمليها بجد تحفه جدا وبطعم الفحم كمان، ومن غير ما تشويها على الفحم ومن غير اي دربكه. ما تنسوش تحطوا اللايك وصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه يا بنات، انا عندي هنا 4 فرخات مقطعه، كل فرخه 4/4، غسلاها كويس جدا جدا ومفتحه ما بين الجلد واللحم بالشكل ده، ومطلعه اي ماده لزجه موجوده معايا. اللي ساعدني في التنظيف بتاع الفراخ مخليها ما فيش اي نكهه زفاره موجوده معايا دقيق الذره. رشي شويه دقيق ذره كده على الفراخ مع شويه ملح، ودعكي الفراخ كويس جدا جدا عشان تنضف معاكي بسهوله ومش هيبقى فيها اي ريحه زفاره. في الكبه بقى هتبداي ان انت تجيبي نص كيلو من البصل الابيض او اي نوع موجود عندك. ال4 فرخات هياخدوا نص كيلو من البصل. انا ما بضيفش طماطم كتير، بس بستخدم كميه بصل كتير، يعني بقلل الطماطم وبكتر البصل. المهم انا هستخدم هنا نص كيلو من البصل ونص كيلو من الطماطم، او اقل كمان من نص كيلو من الطماطم، علشان مش عايزاها تبقى فيها حموضه عاليه، ومش عايزاها تبقى الطماطم باينه فيها قوي. انا عايزاها بس تتبل، او تديني الطماطم تديني طعم وطراوه للفراخ، انما مش عايزاها تبقى كلها طماطم وصلصه وعامله زي صينيه البطاطس. لا، انا هعملها بطريقه مختلفه وعلى طول معتمده الطريقه دي عندي. حطيت كمان حبه من الفلفل الرومي والفلفل الحار، وابتديت ان انا فرمتهم كويس جدا. وعلى التوابل او على البصل بقى دي هبدا ان انا اضيف معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الفلفل الاسود، ومعلقتين كبار هرميين من بهارات الفراخ جاهزه من عند العطار، او تجيبي باكت من اللي هو بهارات الفراخ جاهزه دي من عند العطار زي ما انت عايزه. بس ب10 جنيه هيديلك معلقتين كبار من بهارات الفراخ دي، وانا ما بستغناش عنها، وكلنا طبعا موجوده عندنا في كل الاماكن. هتلاقي عند اي عطار كل التوابل دي بتلاقيها موجوده عنده. ما بحبش اكتر توابل، هي دول 3 انواع دول من التوابل وخلاص كده. هبدا ان انا هتبل الفراخ كويس جدا جدا. طبعا انا فاصله الصدور عن الوراك علشان تسويه الصدور غير تسويه الوراك، علشان ياخدوا تسويه مظبوطه لازم كل يعني كل الصدور تبقى في جنب وكل الوراك تبقى في جنب في صينيه واحده. هتبلهم كويس جدا في الفتحات اللي انت عاملاها وما بين الجلد وما بين اللحم بالشكل ده، وهخليهم طبعا الوراك برضو هعملها بنفس الطريقه وعامله فيها فتحات من جوه. ده هيخلي اللحم ان هو يتبل معايا كويس جدا. وطبعا تتبيله الفراخ دي انا عاملاها من قبلها بيوم. بعد كده هبدا ان انا احط كل كميه الفراخ فوق بعضها وهغلفها كويس جدا جدا وهخليها في التلاجة لتاني يوم. طبعا تعمليها كده قبلها بيوم علشان تتبل معاكي كويس جدا وتبقى عامله زي فراخ الحاتي. انا عايزه اقول لكم الريحه اصلا، البصل مع الطماطم مع التوابل مع شويه الفراخ دول، عايزه اقول لكم الريحه لوحدها حكايه. هحط كله فوق بعضه بالشكل ده وهقفل عليها كويس جدا وهشيلها في التلاجة لتاني يوم علشان تتبل براحتها. وكمان انا هغطيها علشان ما تكلفش اي حاجه في التلاجة، واحطها كلها في صينيه واحده علشان طبعا ما تاخدش مكان كتير في التلاجة. واما هاجي اسويهم هطلع الوراك لوحدها والصدور لوحدها. بالنسبه بقى للتسويه بدخلها الفرن على اعلى درجه حراره في الرف اللي تحت خالص، وبخليها اول نص ساعه على درجه حراره 200، وبعد كده بهدي الحراره لدرجه حراره 180 نص ساعه كمان، هتطلع معاكي تحفه. اما تخرجيها تشغلي الشوايه بس كده اخر دقيقتين او اخر 5 دقايق، واما تخرجيها من الفرن تبداي ان انت لو فيها اي صوص نازل منها كده تلمعي بيه الوش. وطبعا الوش اللي من فوق ده او اللون اللي من فوق طبعا على حسب ذوقك. هتبداي بقى تاخدي الوراك وتاخديها بقى كده تحطيها كلها فوق بعضها. لو ملاحظين انا مش مخليه الصوص كتير عامله زي المسلوقه، انا خليتها لحد ما شربت كل الصوص اللي نازل منها. الصينيه مش محروقه ولا حاجه، بس ناشفه ما فيهاش صوص نازل منها علشان ما تبقاش شكلها زي المسلوقه. بعد ما احطهم كلهم فوق بعضها احطهم بقى دلوقتي عليهم فحمه تكون شغاله، واحط عليها شويه سمنه او زبده او حتى زيت، وهخليها تاخد دخان كده، وهبدا اديها طعم الفحم وهكمرها كويس جدا جدا، وهخليها مكموره كده لحد وقت التقديم. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا ومنقذه وجميله، وطعمها بجد في منتهى الجمال، ومتاكده هتعجبكم.